الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على كل من طغى وتكبر. الله أكبر على كل من ظلم وآذى وأصر. الله أكبر على كل من تنمر واستكبر. الله أكبر. الله أكبر تحبط كيد الظالمين. الله أكبر تحيط بالمجرمين. الله أكبر تقض مضاجع المجرمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. إنني أقول وبمنتهى الصراحة والوضوح أن الإخوان ليسوا ملائكة وأيضا ليسوا شياطين، وإنما بث بعض الإعلام الفاجر كراهية الإخوان بالعمل على غسيل مخ المصريين ليل نهار. وللأسف الذي جرى اليوم أنهم امتد بغض الإخوان إلى بغض الدين، كراهية الدين، رفض الدين، رد الدين. إنها حرب على الدين. منذ متى؟ منذ متى ومساجدنا في مصر تهاجم؟ منذ متى؟ أيرضي الله من مصري مسلم أن يتسبب في إغلاق بيت الله ويشمع بالشمع الأحمر؟ مسجد يشمع. اللهم إنا نشكو إليك هذا، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين. أيهاجم المسلمون وهم في صلاة التهجد وهم يصلون في مساجدهم وأمام مساجدهم؟ قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم، هذا أكبر الظلم وأشده. إن هذا الذي يجري اليوم عداوة للدين تسبب فيه بعض الإعلام الفاجر. أقول إلى الذين يريدون فض الاعتصامات بالقوة أو بغير قوة: لن تفض طالما الحرب على الدين، طالما الأذى لأهل الدين، طالما الكيد ضد الدين. لن تفض. سيثبتهم ربهم الذي خرجوا من أجله. فلا تردعنا تهديدات المهددين ولا أبدا إرجاف المرجفين. انتهز الفرصة وأنا هنا على هذا المنبر لأوجه تحية شكر وتقدير وإجلال وإعزاز لإخواننا المرابطين المعتصمين. أقول لهم: كل عام وأنتم بخير، تهنئة واجبة. ثبتكم الله. قولوا آمين. نصركم الله، وفقكم الله، أعانكم الله، هداكم الله، يسر الله لكم. اللهم احم ظهورهم ورد عنهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا عاجلا ونصرا مؤزرا قريبا عاجلا غير آجل. إخوتي، تحية إجلال وتقدير لهؤلاء. وفي نفس الساعة ومنذ عام أو عامين قلت هنا: لن ترجع مصر إلى الوراء. وكنت أحسن الظن، ولكني أتساءل الآن: هل رجعت مصر إلى الخلف؟ والإجابة: لا، ولن ترجع إن شاء الله. لا، ولن ترجع إن شاء الله. قلت: إن الله خطى بمصر خطوة إلى الأمام بالتخلص من الحاكم الذي كان من حسني مبارك، الذي كان ظالما في شيعته. خلص الله الأمة منه في نعمة لم يشهدها شعب من الشعوب على ظهر الأرض. ولكن يبدو أن الأمة لم تشكر النعمة كما ينبغي. فمن آتاه الله نعمة
ولم يشكرها فإن الله يعذبه بذات النعمة ولا بد. وكذلك تلك النعمة، نعمة إزاحة الظالمين، تحتاج أن تشكر، فإن لم تشكر عدت لتعذب مرة أخرى بالظالمين. لذا السبب الأول عدم الشكر كما يجب. والسبب الثاني قلت كثيرا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا رأيت شبه تغيير أو شبح تغيير والأمة لم تتغير فلا تصدق،